تعالوا اقول لكم ازاي عملت كيلو بانيه من غير ما المسه، وكمان اسمعوا صوت القرمشه، دي اهم حاجه. مقرمش وخطير، وعمر القشرة بتاعته ولا الكفر بتاعه من بره هيفك منكم ابدا. مستوي جدا من جوه، طعمه تحفة بجد، ده احلى بانيه ممكن تجربوه في الحياة. وكمان هقول لكم ايه سر الطعامة بتاعته، يعني مهما عملتوه باي طريقة او اي تتبيلة هقول لكم ازاي يطلع طعمه تحفة ومقرمش كده. وعايزة اقول لكم يعتبر مش شارب زيت نهائي. انا هنا عايزه اوريكم منظر القشره بتاعته والكراست وازاي مقرمشه وازاي خطيره، وعايزه اقول لكم يعني دايب بجد، ودي احلى تتبيله. والاهم من ده كله ان احنا مش هنوسخ ايدينا خالص ولا هنلمسه. هنجيب بقى الكبة بتاعتنا او الخلاط، او لو عايزين تبشروها اللي ما عندوش كبة او خلاط عادي ممكن يبشر البصل ويبشر الطماطم. هنا هنستخدم لكيلو البانيه بصلتين وسط، طماطمية صغيرة، عصير ليمونتين، والليمونتين يبقوا كبار تمام مش صغيرين. كل الكلام ده هنحطه في الكبة او الخلاط زي ما قلت لكم، دي اهم حاجة عندنا. وعايزة اقول لكم التتبيلة دي خطيرة، يعني جربوها سواء لفراخ مشوية جريلد تشيكن اللي هو البانيه، او حتى الفراخ بعضمها. حاجة كمان، الفراخ البانيه بقى تتبيلتها التتبيلة دي ما تنقصوش منها حاجة. هنا كمان شوية بهارات هكتبها لكم كلها تحت الفيديو، كلها موجودة في كل بيت، بس فيها كام حاجة كام نوع بهارات كده، هو ده اللي بيدي التركة والطعم كله في التتبيلة بتاعتنا. بعدها حطيت حوالي 4 معالق خل كبيرة، وحطيت بيضتين. أيوة بيضتين، ما تقلقوش خالص، احنا بنعمل البانيه في التتبيلة بالبيض كله مرة واحدة، ما بنقعدش نعمل بقى 50 طبق بعد كده، هوريكوا ازاي. هنا مقطعة شرايح البانيه طبعا بعد ما غسلتها، ومتقطعة السمك اللي انتوا عايزينه. ونصيحة مني ما ترققوهوش قوي، عشان كل ما يبقى رفيع مش هتحسوا بالطعم، وهتحسوا ان انتوا بتاكلوا ورق يعني ملوش طعم. لازم تسيبوا يبقى البانيه يبقى سميك شوية، ما يبقاش رفيع. بعد كده ضربنا الخليط بتاعنا او التتبيلة بتاعتنا كلها في الكبة او الخلاط، اتخلطت كويس قوي وبقت ناعمة جدا زي ما انتوا شايفين. بدأت احط شرايح الفراخ البانيه بتاعتي، واحط طبقات كده من التتبيلة ونيم الفراخ كده في التتبيلة. ودي اهم خطوة عندنا، ان احنا لازم نسيب التتبيلة الفراخ في التتبيلة لمدة ليلة كاملة. يعني هي ممكن تعملوها 2 3 ساعات، بس أحلى حاجة بقى وأحلى طعم تاخدوه عشان الفراخ تتشرب كويس هي لما تحطوا الفراخ وتسيبوها مبيتة في التتبيلة ليلة في التلاجة. هنا أنا غطيتها ببلاستيك راب وحطيتها في التلاجة ليلة كاملة. هنطلعها بقى وهقول لكم هنعمل ايه. اول حاجه كده عندي على الرخامه فردت الكيس بتاع التلاجة العادي، فتحته كبير كده، وبدات ان انا انزل عليه البقسماط. انا هنا هنزل كميه البقسماط اللي انا محتاجاها، والبقسماط ده انا عاملاه في البيت ومبهراه، هكتبه لكم برده تحت في الكابشن تحت الفيديو. بحب بقى اضيف على البقسماط اللي انا عاملاه، بحب اضيف كيس او كيسين من الفيجيتار. لو انتوا بتحبوا البانيه يبقى حار عندكم استخدموا الفيجيتار الحار، انا هنا مستخدمه فيجيتار بارد. بحط حوالي كيسين على كميه البقسماط اللي عندي، وخلي بالكم الكميه دي هتقضي معايا الكيلو فراخ بانيه، وهيفيض منها كمان، وهقول لكم بعد ما نخلص هنعمل ايه بالباقي. هنا بطنج او باي حاجه عندنا بمسك الفراخ اهو بطلعها من التتبيله. وانا هنا التتبيله حاطه البصل والطماطم كله، يعني مش عامله ميه بصل بس لا، او ميه الطماطم بس، عصير الطماطم بس لا، انا ضربها كلها مع بعضها. عايزه اقول لكم ما بتفكش ولا اي حاجه. هنا بنزل الفراخ على البقسماط اللي احنا عملناه والفيجيتار وبالكيس. انا ما بعملش غير بالمنظر ده. اولا بتفضل عندي الرخامه نظيفه، ما بتتبهدلش ولا اي حاجه، ايديا نظيفه ما بيحصلهاش اي حاجه. شايفين؟ خلاص انا خلصت البانيه بتاعي، طلعته نفضته كده، وزي ما انتوا شايفين مكبوس كويس جدا. انا بحرف الكيس ببدأ ان انا اضغط عليه كويس قوي عشان يتكبس في البقسماط، واجيب بقى من الناحية دي الكيس، اشد الكيس من الناحية دي ومن الناحية دي عشان ادخل عليه البقسماط، واكبس بقى من فوق الكيس. دي طريقة نظيفة جدا، ما بتوسخش ايديكوا، ما بتهدرش كمان في البقسماط اللي بيلزق في ايديكوا بقى ونرميه وكل الكلام ده. والتتبيلة لما بيبقى موجود فيها البيض كلها مرة واحدة، عايزة اقول لكم بتبقى خطيرة. هنا زي ما انتم شايفين كده، لما احب اتاخر البقسماط على الفراخ بحرف الكيس كده ازقه شوية يتاخر عليه على طول. عايزه اقول لكم الطريقه دي تحفه. شايفين الرخامه اصلا نظيفه ازاي، ما فيهاش اي حاجه، ما عليهاش اي وسخ ولا اي حاجه، ولا تهدير بقى للبقسماط ولا الفراخ
ولا تتبيلات ولا اي حاجه. وشايفين البيض مع البصل مع الطماطم لازق على الفراخ البانيه وما بيفكش ولا اي حاجه. هنا ببدأ ان انا افردها على صينيه عليها كيس كده، عشان هدخلها الاول الفريزر تتشمع قبل ما ابدا احطهم على بعض. ماشي. ولو محدش عنده مكان في الفريزر بتاعه ان هو ياخد الصينيه كلها على بعضها تدخل الفريزر كده والفراخ مفروده كل واحده جنب واحد يعني جنب بعضها كده، بحطهم في اطباق فل او اللي هي الاطباق الفوم دي، واحط ما بين كل طبقه والتانيه كيس. انا هنا ساعات بعمل نفس الموضوع ده لو ما عنديش مكان في الفريزر هتدخل فيه الصينيه. شايفين المنظر؟ شايفين قطعه الفراخ عامله ازاي؟ هنا عشان ما يلزقوش في بعض ببدا ان انا اعمل كل كميه عندي. هنا ايديا نظيفه هبه اقول لكم ما فيش اي حاجه. هكمل الكميه انا اللي عندي وهقول لكم هنعمل ايه. بعد ما خلصت كل كميه الفراخ اللي عندي بجيب مصفى وابدا انزل فيها كده البقسماط بتاعي بالفيجيتار عشان انخله، وبعدين اشيل اي تكتلات حصلت مكان البانيه لما كنا بنعمله في البقسماط. زي ما انتم شايفين كده بنخله تاني في العلبه بتاعه البقسماط بتاعتي وادخلها التلاجة. عايزه اقول لكم تحفه الطريقه دي. اكيد طبعا عمرنا ما هنرمي البقسماط ده يعني. شايفين كل الفتافيت والتكتلات دي لازم نشيلها قبل ما نحفظ باقي البقسماط. هنا حطيته في العلبه، هدخله التلاجة بقى وبس. شايفين هنا الرخامه نظيفه، بقول لكم نظيفه ما فيهاش اي حاجه. بعد ما بدخل البانيه الفريزر عايزه اقول لكم ان انا بطلعه احطه في اطباق واحط ما بين كل طبقه والتانيه عشان ما يلزقوش في بعض. ووقت ما احب اخد منه بقى لا اطلع على طول واقلي في الزيت. اهم حاجه بقى طريقه القلي، هي دي اللي هتفرق قوي في الطعم. هو طبعا في كذا طريقه للقلي وهقول لكم عليهم، بس اولا اقول لكم احلى طريقه واحلى طعم ممكن تاكلوه. اولا بنحتاج زيت غزير. البانيه بيتقلى في زيت غزير مش زيت قليل. هو طبعا لما بيتعمل في زيت قليل بيبقى اخف، ولو اتعمل في الاير فراير برضو بيبقى اخف. بس انتوا لو عايزين بقى البانيه الصح عايز زيت غزير زي ما انتوا شايفين كده البانيهايه تغطس جواه. انا هنا حمرت لكم واحده بس عشان انا ما كنتش هعمل الباقي بصراحه دلوقتي، انا عملتها بس عشان اوريكم النتيجه في الاخر بتبقى عامله ازاي. بس هو لازم الزيت يبقى سخن، تنزل البانيهايه كلها تبقى غطسانه في الزيت زي ما انتوا شايفين كده. هتدوقوا احلى بانيه والله في الحياه. اسمعوا صوت القرمشه. طرق القلي التانية العادية حلوة برضو، والبانيه بيطلع خطير وطعمه تحفة. وعلى فكرة برضو الكراست بتاعته اللي هي الطبقة الكفر الخارجي ما بيفكش خالص. دي أحلى طريقة أصلا لعمايل البانيه، ما بيفكش معاكم نهائي. طرق التحمير التانية ممكن نرشه زيت ونحطه في الاير فراير او نعمله في زيت، يعني حاجة بسيطة خالص في الطاسة بيبقى حلو جدا برضو. لو عايزين الطريقة ازاي نعمله في الاير فراير وما يطلعش ناشف معانا دي اهم حاجة، والقشرة بتاعته الكفر الخارجي ده ما يفكش، اكتبولي في الكومنتات هنزل لكم الطريقة ان شاء الله. وبكده نكون خلصنا، عملنا احلى اكلة للكبار والصغيرين. باي.